بتدور أحداث الفيلم سنة 1988، وبتبتدي الحدوتة في حتة اسمها كفر المنسي، لما كانت عيشة بتولد ابنها بس أبو الواد ما كانش موجود. بس أخوها عبد الجواد كان بيقول لأمه: ليه ما سبتنيش أقتلها وأخلص عري يما؟ قالت له: أختك مش خطية يا ابني. وعيشة خلفت ابنها فعلا ومرضتش تسميه، وقالت إنها هتروح لأبوه وهو اللي هيسميه. واستنت لما الواد تم 40 يوم، ونزلت هي والحاج عوضي مصر عشان يروحوا لابو الواد. والحاج عوضي قال لعيشة: انت هتستنيني في الحسين عند الباب الاخضر عقبال ما اتكلم مع ابو الواد واجيلك، بس اوعي تكلمي حد وخلي بالك من نفسك، الدنيا في مصر مش امان زي بلدنا. وعيشة قعدت عند الباب الاخضر زي ما الحاج عوضي قال لها، وهناك اتعرفت على واحدة اسمها الست ناصية، ست طيبة وغلبانة وبتبيع بخور قدام الحسين. وكمان اتعرفت على الشيخ حنتس، وده أول ما شافها قام خد من ناصية ربع جنيه واداه لعيشة، وقال لها: خديه ويجعي بلدكوا يا بنتي وقصي الشر. بس عيشة ما سمعتش كلامه وقالت له: أنا مستنية الحاج عوضي. وعدى وقت والحاج عوضي اتأخر، وعيشة عينيها غفلت وكانت بتحلم بكابوس وحش إن ابنها هيضيع منها. ولما فاقت من الكابوس لقت ابنها اتسرق، وحاولت تجي ورا البت اللي سرقته، والحمد لله لحقتها. بس كل واحدة فيهم كانت بتقول: ده ابني، لحد اما البوليس جه قفشهم هما الاتنين والبت الحرامية. اول ما جه البوليس قدرت تهرب في الزحمة، فقاموا البوليس خدوا عيشة وابنها الاسم. وهناك الضابط قال لها: ايه اللي يثبت يا بت ان الواد ده ابنك وانك مش سايقاه؟ وعيشة يا عيني غلبانة ولا معاها اي حاجة تثبت ان الواد ده ابنها، ده حتى لسه ما سمتوش. بس قالت له: انا معايا تصوير لابوه الاستاذ احمد ابو اليزيد. وقامت مطلعه صوره في جورنال، فالظابط يماها في الحجز عشان تتعرض على النيابه تاني يوم الصبح، والنيابه بقى تقرر مصيرها. وعيشه قعدت تصوت وتصرخ بس ولا حياه لمن تنادي. وتاني يوم النيابه ما صدقتش كلامها، ولما قالت لهم: انا معايا تصويره ابو الواد احمد ابو اليزيد، وطلعتها لوكيل النيابه، فعلا وكيل النيابه قال لها: انت شكلك بتهزري. وقام امر بتحويلها لمستشفى الامراض العقليه، وخدوا منها ابنها حطوه في دار رعايه عقبال ما يكشفوا على مخها. وعيشه قعدت تصوت وتصرخ بس ولا حياه لمن تنادي. ولما راحت مستشفى الامراض العقليه هناك قابلت الدكتور شفيع، وده الوحيد اللي صدقها وصعبت عليه وقرر انه لازم يساعدها. بس الاول نعرف ايه حدوته الدكتور شفيع ده. هو كان اصلا استاذ دكتور في كليه طب وشاطر جدا كمان، وتعرف على واحده امريكانيه من بعثه جايه مصر، وحبوا بعض واتجوزها والبت حملت منه. بس مرضتش ابنها يبقى مصري وهيبت والواد في بطنها، ورفعت على شفيع قضية كمان انه لو هوب ناحيتها هيقبضوا عليه، فاتمنع انه يشوف ابنه حتى قبل ما يتولد يا عيني. وبعد كده اتجوز واحدة اسمها مهيتاب من عيلة كويسة وغنية، واخوها دكتور بهيج المفروض انه دكتور ومحترم كمان. بس الغنى غنى النفوس مش غنى الفلوس. المهم في يوم من الايام الدكتور شفيع اكتشف وساخة مراته واخوها، وطلع الاتنين عايزين يشاركوا مؤسسة امريكية كبيرة جدا متخصصة في الادوية، وعايزين يعملوا تجارب على المصريين على مصل جديد كده عايزين ينزلوه السوق. والدواء ده عبارة عن ايه بقى؟ عبارة عن انه بيغير مشاعر الانسان، بيخليه بلا مشاعر ومعندوش عقل يفكر بيه ولا قلب يحس بيه، واللي بيدوله المصل دول يقدروا يتحكموا فيه زي ما هم عايزين، ويقولوا له يمين يمشي يمين، يقولوا له شمال يمشي شمال، ويقدروا يخلوا اللي ياخد المصل ده يعمل اي حاجة هم عايزينها. بس الدكتور شفيع فضحهم ورفع عليهم قضية، والقضية البوليس بدأ يحقق فيها فعلا، وكمان شفيع كان معاه ملف فيه كل تفاصيل المشروع الزفت ده. ومهما المؤسسة دي حاولت تشتري شفيع هو ما كانش بيرضى، وعشان كده قاموا طردوه من الجامعة بفضيحة ويموه في مستشفى الأمراض العقلية. وهناك كمان كانت الأبحاث قائمة على بعض الأشخاص، ومدير مستشفى دكتور عباس لا حول له ولا قوة. عيشة بقى لما قابلت الدكتور شفيع وقالت له إن ده ابنها، هو صدقها وحاول إنه يساعدها فعلا. بس كان في دكتور زبالة تبع قسم الأبحاث كان نفسه منى عينه إنه يدي لواحدة زي عيشة دي المصل، لأنها عاقلة مش مجنونة، ولو المصل اشتغل عليها ده معناه نجاح المشروع. وحاول فعلا الدكتور الزبالة ده انه يدي المصل لعيشة، وقال لها: ده انا هرجع لك ابنك بس انت خد المصل ده. وكان خلاص هيديها المصل لحد اما الدكتور شفيع لحقها في اخر ثانية، وحاول انه يفهم اكتر من عيشة ايه حكايتها. وقامت طلعت له صورة احمد ابو اليزيد جوزها،
بس الدكتور شفيع ضحك وقال لها بتهزري، ده مش اسمه اصلا احمد ابو اليزيد، ده اسمه محمود الانصاري. وبعد كده دكتور شفيع جاله خبر ان ابوه مات. بعد الفضيحة اللي ابنه اتفضحها في الجامعة وكمان ابنه اتاخد منه، الراجل ما استحملش وقام طب ساكت. فساعتها دكتور شفيع قرر انه هيشتغل على جبهتين، هيساعد عيشة ويرجع لها ابنها، وهيهاجم المشروع بتاع المصل. ما هو خلاص ما بقاش قدامه اي حاجة تانية هيخسرها. وبعت صورة من الملف اللي فيه كل بلاوي المشروع لمحمود الأنصاري، اللي بقى رئيس جريدة كبيرة اسمها النداء، وقعدوا يتكلموا هما الاتنين. بس محمود الأنصاري قال له أنا شايف إن العلم مش هيتقدم من غير أي تجربة، فده معناه إنه بشكل أو بآخر موافق على المشروع ده. وسأل دكتور شفيع وقال له أنت إيه اللي خلاك تبعت لي أنا بالذات الملف ده؟ قال له لأني كنت بتابع كل قصصك ومقالاتك، وإنك اتسجنت كتير وكنت مناضل، بس الواضح إني كنت غلطان. صحيح، عيشة بتاعت كافي المنسي جت مصر. أول ما محمود الأنصاري سمع الاسم ده اتخض، فساعتها اتأكد دكتور شفيع إنه كان ليه علاقة بعيشة. في نفس الوقت ده الدكتور الزبالة قدر إنه ياخد عيشة ويقول لها تعالي ابنك عايزك عشان ترضعيه، وهي ما كانتش موافقة في الأول، لأن دكتور شفيع قال لها ما تسمعيش كلام حد غيري. بس قلبها حن لابنها والغريق بيتعلق بقشاية، وقام خدها على مركز الأبحاث واداها المصل. ولما جه الدكتور شفيع وعرف اللي حصل راح مركز الأبحاث وقعد يزعق فيهم، لحد اما الدكتور عباس مدير المستشفى قال له تعالى ما تخافش، عيشة عندي في المكتب. وراح فعلا المكتب ولقى عيشة تحت تأثير المصل. والدكتور عباس قال له ما تخافش، انت عارف ان جرعة واحدة مش هتأثر فيها. وخدها دكتور شفيع وحاول يرجعها لوعيها من تاني لأنها ما بقتش زي الأول. مشاعرها بقت متلخبطة وكأنها في دنيا تانية ومش حاسة بحاجة، وده اللي خلى دكتور شفيع يقرر انه يفهم الحدوتة بتاعتها كلها. ومش بس كده، ده كتب تقرير للنيابة بصحة قواها العقلية عشان يفرجوا عنها ويدوها ابنها. بس في نفس الوقت هي محتاجة حد يساعدها عشان تقعد في مصر الكام يوم دول عقبال ما توصل لجوزها وجوزها يكتب عليها عشان تعرف تسمي ابنها وتطلع له شهادة ميلاد وترجع بلدها ويصحى مرفوعة. فقام الدكتور شفيع يروح للست ناصية وطلب منها انها تساعدها وتخلي بالها من عيشة بس عقبال ما يفهم الحدوتة كلها ويجيب لها حقها من جوزها. وناصية وافقت فعلا، ما هي صوابعك مش زي بعضها، زي ما في ولاد حرام في ولاد حلال بيعملوا الخير لله مش لحد تاني. ونزل بقى الدكتور شفيع كفر المنسي عشان يعرف ايه الحدوتة. وهناك قابل عبد الجواد اخو عيشة وامها. وعبد الجواد قال له انا كنت متغرب 3 سنين بشقى وبتعب عشان اجيب فلوس واشتري حتة ارض تسترني انا وامي واختي، بس لما رجعت لقيت عيشة بطنها قدامها قد كده، كنت هقتلها واخلص عليها، بس امي قالت لي اختك متجوزة على سنة الله ورسوله، ملعون ابو الغربة وملعون ابو العيش. فالدكتور ما فهمش حاجة برضه، فام عيشة قالت له يروح للحاج عوضي وهو هيفهمك الحدوتة كلها. راح فعلا للحاج عوضي، والحاج عوضي قال له ان من اكتر من سنة كده جالي استاذ من مصر اسمه جلال، وانا اجرت له المنضية بتاعتي يدي فيها ديوس للعيال ويستيزق، وكان راجل محترم والعيبة ما بتطلعش من بقه. بعديها بشهر ولا اكتر جاله واحد صاحبه اسمه احمد ابو اليزيد، بيقولوا عليه كاتب باين، وقال هيقعد معاه وانه محترم وابن ناس. واحمد ابو اليزيد حب عيشة ووقعها في شباكه، واهل البلد شافوهم مع بعض. فالاستاذ جلال قام مسك في احمد ابو اليزيد وقال له لازم تكتب عليها، البنت هنا ملهاش الا سمعتها، حتى لو ما حصلش بينكوا حاجة لازم تكتب عليها. بس احمد ابو اليزيد قال له انا مطايد وهربان، انت بكده بتحكم عليها وعليا بالاعدام، لحد اما توصله لحل وسط انه هيكتب عليها عرفي لحد اما الامور تتصلح. وامها كانت شاهدة وانا شاهد وجلال كمان شاهد، والعقد العرفي هيبقى مع جلال. واتجوزوا فعلا وحصل اللي حصل بينهم. وبعديها بشهرين جت الحكومة وقبضت على الاستاذ جلال واحمد ابو اليزيد، وما سمعناش عنهم حاجة من ساعتها، الا من كام شهر لما لقينا صورة احمد ابو اليزيد في الجورنال بس اسمه بقى محمود الانصاري. فنزلت انا وعيشة عشان نروح له، وانا قلت لعيشة استنيني عند الباب الاخضر عقبال ما نروح له واتفاهم معاه. ولما رحت له وفهمته الحكاية ما خدتش منه لا حق ولا باطل، ونزلت من عنده عربية خبطتني. فبكده دكتور شفيع فهم كل حاجة، وبقى كل اللي محتاجه العقد العرفي اللي بيثبت ان احمد ابو اليزيد هو جوز عيشة. في نفس الوقت ده كانت عيشة خرجت من المستشفى وكمان ادوها ابنها، وكانت فرحانة قوي، وكانت معاها الست ناصية وكانت هتاخدها على بيتها عقبال ما الدكتور شفيع ما يجي.
بس قام جه الدكتور الزبالة ده خطفها ووداها مركز الأبحاث عشان يديها باقي جرعات المصل ويكمل عليها تجارب المشروع. ولما الدكتور شفيع عرف باللي حصل ده قام راح لهم مركز الأبحاث وحاول يزعق ويهلل، بس ولا حياة لمن تنادي، لحد اما الدكتور عباس خده مكتبه وقام مخلي الممرضين يمسكوه واداله قدامهم المصل، واستنى لحد اما الممرضين ما خرجوا وقال لشفيع على الحقيقه كلها. قال له انه ما اداهوش المصل ولا حاجه، ده اداله فيتامين. بس الحقيقه بقى ان الناس اللي بيهاجمهم دول طردوه من الكليه بفضيحه وجابوه المستشفى هنا مش عشان يبقى دكتور، عشان يبقى تحت الملاحظه، عشان يحولوك في ثانيه لمريض مجنون. وانا اللي واقف لهم، بس انا مش هقدر اوقف لهم اكتر من كده. انا لا معاهم ولا ضدهم يا شفيع، انا شخص جبان وهم ضغطوا عليا بما فيه الكفايه، وانا مش هقدر اعمل حاجه اكتر من كده. وانا بقولها لك نصيحه مني عشان ما توصلش للي وصلت له انا دلوقتي. انا بقيت جبان، لا قادي اواجههم ولا قادي حتى انتحي. حاول تعوم مع الموجه يا شفيع. وبعد كده دخل عليه الشخص اللي المؤسسه الامريكيه مخلياه هو المسؤول عن المشروع بتاع المصل ده، وقال له دلوقتي مصير عيشة بإيدك انت بس. انا عايز اقولك ان المصل جاب نتيجته، احنا حطينا ابنها قدامها وقلنا لها ده ابنك وهي انكرته. انت متخيل احنا ممكن نعمل ايه؟ كل اللي المطلوب منك دلوقتي انك لما تروح النيابة بكرة تنكي كل اللي انت قلته، وكمان الملف اللي يخص المشروع تجيبهولي. وتاني يوم في النيابة شفيع ما عملش اللي اتطلب منه، بل بالعكس ده بلغ عنهم وبلغ عن مركز الابحاث بتاعهم، وكمان قال لهم على موضوع عيشة، وان كمان الست ناصية مستعدة انها تشهد بالحق، واخلوا سبيله هو وعيشة وادوا لعيشة ابنها كمان. وقام موصلها عند بيت الست ناصية وقال لها كلها ساعتين مش اكتر، وتستنوني يا ست ناصية انت وعيشة وابنها عند الباب الاخضر في الحسين، وانا هجيب ابو الواد يجي يكتب على عيشة ويسمي الواد ويطلع له شهادة ميلاد. وبعد كده قام يروح لجلال، وجلال كان خايف منه في الاول، بس الدكتور حكاله على اللي حصل لعيشة وانه جاي عشان العقد العرفي. وجلال قال له ان احمد ابو اليزيد الخاين سلمه هو للبوليس وقبل بصفقتهم وبقى تبعهم، وانا ما بقيتش نافع تاني خلاص، ابعد عيشة عنه لو عايز تحميها. فالدكتور خد منه العقد العرفي وكان ماشي، بس قبل ما يمشي اداله الملف الخاص بالمشروع بتاع المصل وقال له خليه معاك وانا هبقى اجي اخده منك، ولو ما جيتش يبقى اقراه وساعتها اعمل اللي انت عايزه. وقام خد العقد العرفي وطلع بيه على احمد ابو اليزيد وحكاله على الحدوته كلها. بس احمد ابو اليزيد قال له انا ما اقدرش اعمل حاجه دلوقتي، انا ممكن اعوضها باي فلوس. قال له عيشه مش محتاجه فلوسك، محتاجه اسم وشهاده لابنها ويبقى شرفها مرفوع وسط الناس، ما يتمرمطش في الطياب زي ما انت عملت وهيبت يا جبان. وقال له قدامك ساعه واحده مش اكتر، تيجي وتكتب على عيشه وتسمي الواد وتطلع له شهاده، يا اما هلف على كل الجرايد والصحف وهفضحك. وسابه ومشي. وساعتها محمود الانصاري قال انا خلاص ما بقتش حر، وقام عمل مكالمة تليفونية واتاريه هو اللي دبر حادثة الحاج عوضي، وهو اللي دبر الحادثة اللي هتحصل للدكتور شفيع عشان يسكت الحق. بس اللي خلصوا على دكتور شفيع المرة دي كانوا اتنين، محمود الانصاري واللي شغالين على مشروع المصل. ومات دكتور شفيع وضاع حق عيشة وابنها زي ما حق البلد ضايع من سنين. وبيخلص الفيلم على كده. فلو عجبك الفيديو منساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب وتعمل كومنت عشان اكمل، ولو ما عجبكش الفيديو منساش تعمل ديسلايك وشير وسبسكرايب برضه، بس تعمل كومنت عشان ابطل.